السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ ام برهان. كي راكم خواتاتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو تاعي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه خفيفه ظريفه سهله وبنتها الكفال وصفة تاع الدنيا اقتصادية وما تاخدش منكم كامل بزاف الوقت. دونك الوصفه تاعنا هي عباره عن كراته بالكرنب والبطاطا. وصفة سهلة وبنينة بزاف بزاف بزاف، يعني واللي ما يحبش الكرنب راح ياكلو في هذه الوصفة. دونك ما نطولش عليكم، كيما راكم تشوفوا الكراته تاعنا يعني الله الله يجي مشخشخ. ونبداو في الوصفه تاعنا. صلي وسلموا على رسول الله، ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا لايك للفيديو ونبدا. هنا في مقله كنت درت فيها كميه تاع الزيت ودرت مورسون تاع الدجاج. هنا يا ربي هذا المورسو كان طرونش تاع سكالوب، يعني ماشي كاع كامل بزاف، يعني كميه قليله تاع الدجاج. ثم ايضا تقدروا تستعملوا كفته اذا كانت عندكم. هنا نقليو الدجاج تاعنا اولا بلا ما نديرو له حتى حاجه. بعد ما يتقلى شويه ويدخل له الطياب نجو نديرو له لي زيبيس. عندنا كميه تاع فلفل اسود، كميه تاع السكنجبير، وكميه تاع توابل الدجاج. هنا نعاودو نرجعوه فوق الغاز مده دقيقه قد ما يتشرب هذوك لي زيبيس، والملح اكيد ما تنسوهش. ومن بعد نجو نحيوه يعني ونخليوه على جهه. وفي نفس المقله اللي قلينا فيها الدجاج راح نديرو حبه تاع بصل كبيره تكون مقطعه شرائح كما راك تشوفوا. هنا زدت كميه تاع الزيت باش البصل تاعنا يتقلى مليح. احنا هذه الوصفه راح تحتاج انه نقلوا الخضار تاعنا مليح، لازم نقلوا البصله تاعنا حتى تتكرمل. راح ناخدها تتقلى، مع درت معاها قرن تاع جويه حار. انا بالنسبه لي ما يحبوش الجويه حار يقدروا يستغناو عليه. كما راكم تشوفوا هنا عندي نص حبه تاع كرم، يعني حبه صغيره. شفتوا الحجم تاعها قدها. كنت قطعتها شرائح كما راكم تشوفوا، شرائح تكون رقيقه باش كي نجو نقليوها يعني تذوب بالخوف وما تبانش في الكراسه بالنسبه للناس اللي ما يحبوش الكرنب. هنا بعد ما خديت ديك البصله معايا تقليه وطابت تقريبا نص طياب، كانت مازال خاصها طياب. كنت جبت الراس تاع الكرنب تاعي ودرته من الفوق، راح نغطي عليه وما خلطش حتى يدبل معايا، يعني راح نغطيو عليه ونخليوه فوق النار تكون هادئه. نقصوا النار باش ما تحرقش معاكم البصله تاعكم، وتخليوه حتى تشوفوا هكذا دبل باش تخلطوه مع البصله. وتجو تضيفوا له كميه تاع الملح. حتى لهنا باش نضيفوا الملح، ما نضيفوش الملح من البدايه. وهنا راح نرجعوا فوق الغاز حتى يتكرمل معايا الكرنب. هنا الكرنب باش ما تجيكمش فيه بنه ماشي شابه ويجيكم رائع، لازم تخلوه يتقلى مليح حتى يتكرمل كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما تقلى غايه وتكرمل كنت قليت واحد حوالي 2 حبات موين تاع بطاطا، كنت درتهم كقاعده للكراتان تاعي. وفرشت هذاك الكرم والبصل كطبقه ثانيه. هنا في الاخير راح نخلط كل شيء، يعني باش ما تبقاش البطاطا تبقى وحدها والكرم تبقى وحدها. هنا كنت ضفت هذاك الدجاج من الفوق وراح نخلط كامل مع بعض، يعني باش تدخل البطاطا والكرم والدجاج في بعضهم البعض. هنا كنت صنعت ايضا صوص بيشاميل، يعني صوص بيشاميل سهله كما تعرفوا تصنعوها، يعني مغرف تاع الدهن مع مغرف تاع الفرينه نحمصوهم شويه ونضيفوا عليهم حوالي نصف لتر تاع الحليب، شويه فلفل اسود، شويه ملح، والصوص بيشاميل تاعكم تكون جاهزه. هنا كنت قطعت كميه تاع الجبن، تقدروا تستعملوا اي نوع تاع جبن عندكم، فرomاج غابي، فرomاج بلون، هكا جبن طري، اي نوع تاع فرماج تحبوه تقدروا ديروه. وهنا راح ندير كامل كميه تاع البيشاميل تاعي. انا هنا نحب الكراتين يجي مشمخ، على بها درت كميه كبيره. هنا راح ندخلها ونزيد ندير شويه اللي بقات لي كوجه من الفوق باش تاخذ تحميره شابه. وانتم ديروا على حساب شحال تحبوا، يعني كاين ناس ما يحبوش الكراتين مشمخ بزاف، انا نحبو يكون مشخشخ بالبيشاميل هكذا. هنا راح ندخل الكراتة تاعي تقراتينا غير من الفوق، يعني كلشي راح طايب. خليته حوالي 10 دقائق قد ما خدا تحميره وخرجته راه جاهز معنا. يعني شوفوا الله الله خدا تحميره شابه. يا صدقوني هذا الكراتة قد ما هو سهل قد ما هو بنين، يعني رائع بنتو بنه. نتمنى تجربوه وتحت تخليو لي رايكم في التعليقات. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، كنت خفيفه ظريفه عليكم. ان شاء الله تجربوا تخليو لي رايكم في التعليقات. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، ونلقاكم في فيديوهات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.